السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن المسقعه في الفرن، وان شاء الله هنعمل كفته القرنبيط. هنا معايا بتنجان، فلفل حامي وفلفل بارد وبطاطس، وكمان معايا بصل. كفتة القرنبيط هنحتاج هنا قرنبيطة انا غسلاها ومقطعاها بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. حاطه ميه على البوتاجاز بتغلي، فيها ملح وكمون. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. الميه بتغلي كده، فيها ملح وكمون. هنزل بالقرنبيط، معايا كمان هنحتاج مع القرنبيط كفتة القرنبيط بطاطساية مقطعة مكعبات كده، هنسلقها بعد ما نسلق القرنبيط. هنسيبه يستوي ونقشر البتنجان ونعمل المسقعة. هنقطع البتنجان. طبعا انا البتنجان بغسله قبل ما بقطعه عشان لما تيجي تقليه ما يطرطش معاكي في الزيت. هنقطعه بالشكل ده. احلى طاجن مسقعه هتعمليه في البيت. قطعت البطاطس كده وغسلتها كويس، قطعتها صوابع كده. ومعايا الفلفل. طبعا انت لو حابه تسيبي الفلفل زي كده بتديله بس فتحه صغيره عشان كمان ما يطرطش معاكي في الزيت. حابه تقطعيه كده ده براحتك انت. حتى طاسه على النار هنقلك في البطاطس ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. البطاطس بتتحمر كده زي ما انتم شايفين، وطبعا القرنبيط بيتسلق. اهم حاجه في القرنبيط تسلقيه كويس. لو هتعملي الكفته تسلقيه كويس قوي. القرنبيط اتسلق كده زي ما انتم شايفين. طبعا سلقته كويس قوي. هنبتدي نهرسه كده بالشوكه او ممكن تعمليه في الكبه. هنهرسه كده. هو طبعا البطاطس لسه بتتسلق على النار. هنهرس القرنبيط. طبعا شايفين دايب ازاي، بسم الله ما شاء الله. ههرس. قليت كمية البطاطس والبتنجان كده زي ما انتوا شايفين. معايا البصل اللي هنعمل بيه صلصة المسقعة. هنقطعه كده جوانح رفيعة.
او ممكن تقطعيه دواير كده على حسب ما تحبي. بالشكل ده. حاول نخليه رفيع عشان يستوي معانا بسرعة، احنا مش عايزينه ياخد لون، احنا عايزينه كده يدبل بس. معايا فلفل الوان، هناخد كده مع البصل، وده اختياري لو ما عندكيش فلفل الوان. انت هتكوني قاليه فلفل طبعا في المسقعه، فهيغني عن الفلفل الالوان، بس هو بيديله شكل كده وطعمه حلو يعني. حط حله على النار كده فيها شويه زيت صغيرين، طبعا ما تكتريش زيت لانك البطاطس والبتنجان بيكون شارب زيت، فما نكترش زيت. هنزل كده بالبصل والفلفل مع بعض. هنديهم التشويحه كده مع بعض. بعد ما البصل هيدبلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنزل بالثوم. طبعا ده ثوم متفرز، هديله تشويحه كده مع البصل والفلفل. طبعا انا يعتبر حاطه معلقتين زيت 2. بعد ما الثوم يتشوح كده هنزل مكعب مرقه، هنديله كمان تشويحه معاه. هنسيبه على نار هاديه كده يستووا مع بعض. بعد ما خدوا تشويحه كده مع بعض الثوم والبصل والفلفل ومرقه الدجاج، هنزل بشويه كده من بهارات الفراخ، بتديها طعم حلو قوي، وتوابل البطاطس هنزل بمعلقه كده صغيره، معلقه بابريكا، نديهم كده تشويحه مع بعض. شايفين شكل الخضار والريحه بسم الله ما شاء الله.
هنزل بشويه كده من الكمون، واخر حاجه هننزل بيها الصلصه. دي طماطم متفرزه في الفريزر. هنديهم كده تشويحه مع بعض. زودنا الصلصه شويه ميه كده زي ما انتم شايفين. هنزل بالملح، طبعا بتظبطي الملح على حسب ما انت عايزه، ونسيب كل الخضار كده يستووا مع بعض، ونشوف هنرجع نعمل ايه مع بعض تاني. عمل ما تسبيكه المسقعه تجهز، هنهرس كده القرنبيط كويس قوي. هو بيتهرس بكل سهوله، بس نحاول نصفيه من الميه كويس عشان يمسك معانا واحنا بنقليه. لو ما اتفرمش معاكي ناعم قوي ممكن تعمليه في الكبه. الصلصه اتسبكت كده زي ما انتم شايفين، ومعايا الطاجن اللي هنعمل فيه المسقعه. هنزل هنا بكميه الخضار اللي عملناها، البتنجان والفلفل والبطاطس. هننزل فوقها بالصلصه. هندخلها الفرن كده تحت الشوايه تاخد وش، ونرجع نشوفها في التقليد. هنعمل دلوقتي كفتة القرنبيط. انا فرمت القرنبيط كده كويس قوي في الكبة لحد لما بقى ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزاه يكون ناعم كده. وكمان فرمت البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا بصلايه فرمتها، وفرمت معاها فلفل الوان، وكمان معايا جبنه موتزاريلا او ميكس كده من الجبن اللي موجود عندك. معايا كمان معلقتين بقسماط. اول حاجه كده ان شاء الله هنزل بشويه ملح على البطاطس، شويه من بهارات الفراخ، معلقه بابريكا، شويه كده من توابل الفراخ، كمون، والتوابل اللي انت بتحبيها ممكن تضيفيها. هنقلبهم كده كويس مع بعض. شايفين القرنبيط زي ما قلت لك مفروم ناعم. هنزل بالبطاطس بالبصلايه، ممكن لو حابه تضيفي فصين من الثوم براحتك انت. هنقلبهم كده كويس ونحاول نظبط الملح.
هنزل بمعلقتين البقسماط عشان هما دول اللي هيمسكوا الكفتة معايا. هقلبهم كده كويس مع بعض. هنزل بالبطاطس ونقلبهم كده مع بعض. هنزل بالمعلقة كده من الكاتشب عشان تديها كده لون حلو. كل ده يتقلب مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة، تقدري تعمليها في اي وقت وكمان موفرة. هنبتدي ناخد كده ونجيب شوية زيت في طبق. هناخد دهنة كده من الزيت وهبتدي اكور الكفتة كده زي ما انتوا شايفين. لو حابة تعمليها صوابع براحتك، حابة تعمليها كور هنحشيها كده من الجبنة وهحاول ألمها بالشكل ده. معايا الصينية هنرص فيها كده الكمية. هناخد دهنة من الزيت كده وناخد نعملها كور. هنعمل فتحة كده وهنحشيها جبنة. ممكن تحشيها لحمة مفرومة وممكن تحشيها فراخ، اللي موجود عندي. كل ده هينشف في الفرن. هكمل كل الكمية ونرجع نشوفها مع بعض. بعد ما خلصت الكمية كلها بالشكل ده، معايا زيت هنحاول ندهن كده الكفتة. هندخلها كده تحت الشواية ونرجع نشوفها في التقديم. طبعا المسقعة وكفتة القرنبيط عايزين نعمل جنبها شوية مكرونة متحمرة. حطيت حلة كده حوالي 3 معالق من الزيت ونزلت بكيس مكرونة، اي نوع مكرونة انت بتفضلي. بعد ما المكرونة اتحمرت بالشكل ده
معايا هنا فلفل حامي وبارد وفلفل الوان، هنزل كده على المكرونه، هديهم كده تشويحه مع بعض. معايا توم، التوم ده بيخلي بقى طعم المكرونه في حته تانية، بيديها طعم ونكهه حلو قوي. هنديله كده تشويحه مع بعض. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما الخضار كده اتشوح مع المكرونه، هنزل بمكعب مرقه ونقلبه كده كويس مع بعض. هنزل بالتوابل شويه كده من الكمون، معلقه بابريكا، فلفل اسود، ملح، ونقلب كل ده في بعض كده. طريقه سهله وبسيطه ومتاخدش معاكي وقت. بعد ما كل الخضار كده خد من بعضه، الثوم والمكرونه والفلفل والتوابل، نحاول بس ننشفها كده كويس. هنزل بعصير الطماطم، واديله كله كده تقليمه مع بعض. في 5 دقايق بتعملي احلى طبق مكرونه. تبقى كده 5 دقايق كده تاخد من الطماطم. لو حابه تسقيها بشوربه عندك ما عندكيش شوربه عادي، بتحطي ميه مغليه. هنزل بالميه، الميه دي مغليه، يدوب الميه تكون مغطياها بالشكل ده، ونظبط الملح ونسيبها تستوي. المكرونه استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين المكرونه؟ شايفين شكلها؟ ما خدتش وقت، هو يدوب 5 دقايق. هنطفي عليها كده ونشوف الاكل في التقديم. ده يا جماعه بعد ما الكفته اتحمرت كده في الفرن، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين. طبعا هي سخنه، بس شايفين مستويه ازاي؟ هي سخنه لسه. وطبعا ده طاجن المسقعه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ وده المكرونه. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان باذن الله يوصل لكم كل الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.